لو لقيت شباك مقفول بالطوب في شقة اشتريتها، ما تحاولش تفتحه، لأن اللي وراه غالباً بيكون وراه سر مرعب. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في 2010 عيلة بسيطة في أسيوط، محمود، هند، وبنتهم شيماء. سمسار قال لهم على شقة لقطة في الدور الثالث، كل حاجة شكلها طبيعي ما عدا أوضة صغيرة في الآخر شباكها مقفول بالطوب. الأب سأل السمسار، محدش عارف يتسد ليه. اشتروا الشقة. بعد أسبوع بدأت شيماء تحس بحاجات غريبة، وهي بتذاكر بالليل حست بهوا يعدي جنب ودنها، وبعدين سمعت ضحكة بنت جاية من الأوضة المقفول شباكها. وبعدها بيوم شافت خيال بيعدي من الحمام للمطبخ ويختفي قبل ما تلحق تشوفه. الليلة اللي قلبت حياتها صحيت على حد بيشد شعرها، ولقت على ايديها كدمات شكل صوابع حد كان ماسكها. الأب قال يفتح الشباك اللي مسدود. أول ما الصنايعي كسر الطوب طلعت ريحة مقابر، ومن بعدها الرعب بقى واضح. لينا كانت بتشوف حد ثابت في آخر الطرقة، ترمش، يختفي. جابوا شيخ. أول ما دخل الأوضة قال اللي كان ساكن هنا كان بيحضر، واللي اتحضر ما خرجش. العيلة لمت حاجتها في أسبوع وباعوا الشقة فوراً، ولحد النهاردة شيماء بتقول أنا عمري ما كنت بتهيألي اللي في الشقة دي كان شايفني وواقف جنبي كل ليلة. لو كنت مكانهم كنت هتفضل ولا هتمشي؟ قول لنا في التعليقات.